خرجنا من أعظم شهر في السنة وأغلبية الناس كسلوا، وده أمر طبيعي لأن أنت كنت بتزكي نفسك. قد أفلح من زكاها، وبرضه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نفسك ما قدرتش عليك في شهر رمضان لأكتر من سبب، منها الصيام، زي ما اتذكر في الحديث إن الصيام أكتر حاجة بتلجم النفس. أول ما صبت الصيام استلمتك تاني، وسيدنا علي قال لنا نفسك إن لم تشغلها شغلتك. عشان كده سيدنا النبي ما كانش بيصيب صيام اثنين وخميس أبدا. نفسك هي أعدائك، مش هتقدر عليها لوحدك. لما بتصوم ربنا بيكافئك بحاجات كتير، منها نور قوي بيعينك على نفسك. ده غير ان الشيطان فك وعايز يعوض اللي انت عملته في رمضان، ولكن كيد الشيطان ضعيف، المشكله في النفس. فحاول تخلي حتى في يوم صيام في الاسبوع تستمد نور يعينك على نفسك. كلنا في امتحان، مين اللي هيذاكر ومين اللي هيطنش، مين اللي هيسلم ويؤمن ومين اللي هيكفر. اللي ذاكر وعمل اللي عليه جه يوم القيامه وقال ها اقرأوا كتابي، تعالوا اقروا كتابي انا نجحت. إني ظننت أني ملاق حسابيه، أنا كنت متأكد إن في يوم حساب وفي يوم قيامة. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ده تمام، ده حقق شروط الإسلام لو هو كان من أمة سيدنا النبي، وحقق شروط الإيمان بإنه آمن بكل اللي أنزل في القرآن واتبع الأوامر والنواهي، واستمر على كده لحد ما قبضت روحه. فهو في عيشة راضية. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وفي واحد تاني طنش وما ذاكرش، في اللي كفر بالله أصلا، وفي اللي كذب في بعض الآيات في القرآن، وفي اللي ما اتبعش الأوامر والنواهي. ربنا قال له ما تقتلش قتل، ما تزنيش زنا، ما تشربش الخمر شرب، وما تبش من كده قبل ما يموت. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهنا جملة غريبة جدا، ما قالش قدمت في حياتي في الدنيا، وما قالش قدمت لحياتي في الآخرة. اكتشف ان هي حياة واحدة بس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. هي دي الحياة الفعلية، الحياة اللي تموت فيها مش حياة. البيت اللي انت مأجره هتسيبه في يوم من الأيام مش بيتك. اكتشف ان في الآخرة مفيش موت، فهي دي الحياة الفعلية. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني ذاكرت وعملت اللي عليا. مش بس كده، يا ليتني كنت ترابا. الحيوانات يوم القيامة هيقتصوا من بعض لو في حد ظلم التاني، بعد كده ربنا هيقول لهم كونوا تراب، مالهمش جنة ونار، ما كانوش مكلفين، فهيتمنى انه يحصل له زيهم. وبرضه يا ليتني لم أوتى كتابيا. هو شايف ايه بالظبط؟ ايه كمية الندم والرعب دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا النبي وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. ربنا بيقول لنا ان يوم القيامة حرفيا رعب. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. خلاص مفيش حد يعرف يعمل حاجة لحد الموضوع انتهى، الكتب اتقفلت. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كله اتكشفت له الحقيقة وعرف ان هي دي الحياة الأبدية اللي ربنا هيأذن له بدخول الجنة، فهو في عيشة راضية للأبد. وعرفوا ان الدنيا دي زي لحظة وعدت، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الشيطان ضحك علينا كلنا وصدق فعلا. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. القليل دول اللي ربنا بيميزهم، زي ما الدكتور مصطفى محمود قال، ربنا بيفرز مين اللي يستحق يدخل الجنة. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. برضه قلة اللي سمعوا الكلام. اوعى تتضايق لما تلاقي الأغلبية نسيوا ربنا ونسيوا كلام ربنا. الأغلبية يوم القيامة هيقولوا يا ليتني قدمت لحياتي، إلا قلة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من يوم ما ربنا خلق الأرض وهم قلة. ركز في امتحانك وخليك منهم، وانبسط وخد حظك من الدنيا. ربنا بنفسه قال لك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولكن جهز لحياتك. حياتك لسه ما بدأتش.